السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو هنجاوب على سؤال المرة اللي فاتت: ما الفرق بين المأوى والمثوى؟ والمأوى هو المكان المبيت او البيت اللي بنأوى اليه، وهو مكان مؤقت للمكوث فيه، للقعاد فيه. ولكن المثوى هو المكان الخالد الدائم اللي بنقعد فيه على طول. وحقيقة لا فرق بين المأوى والمثوى، ولا غلط دينيا أو لغويا أو في الشرع لأن احنا نقول مثواه الجنة أو مثواه النار أو مأواه الجنة. ليه؟ الشيخ محمود شلبي أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية أكد في لقاء ليه أن ولا شرعا ولا لغويا في اللغة ان المثوى او المأوى بتقتصر على الجنة او النار، واستنادا كمان لقوله تعالى في سورة النازعات آية 39 وآية 41: فإن الجحيم هي المأوى، وفي آية 41 بسم الله الرحمن الرحيم: فإن الجنة هي المأوى. فكده بكده نكون وضحنا ايه الجنة. ممكن نقول مأواه الجنة وممكن نقول مثواه الجنة، لان في كتير قوي لغط في السوشيال ميديا في الفترة الاخيرة ان لا ما تقولوش مثواه الجنة، قولوا مأواه الجنة. ولكن لا يا جماعة، مثوى والمأوى ذكرت في القرآن طبعا في ايات كتير قوي قوي قوي. لما الاقيها باذن الله هحطها لكم في صندوق الوصف او في الفيديو من تحت، اوريكم الايات اللي فيها المثوى وفيها ايه المأوى. الزمر آية 60 برضو. بس طبعا انا مش حافظه كل القرآن، فربنا يا رب يعني يجعلنا نجتهد ونبقى من حفظة القرآن ان شاء الله. ولكن هي دي اجابة السؤال بتاعنا النهارده، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبه نهتدي ونستعين. كنا وقفنا الفيديو اللي فات عند وفاة والدي يوم 15/9/2023، وانه كان يوم سبت، وحكيت لكم كل الملابسات اللي حصلت وكل الحوارات اللي حصلت. وخلاص بالليل خالص خلاص قررنا ان انا وابني ان احنا ننام. طبعا صاحيين من بدري من الساعة 7 الصبح، ما كناش قادرين نشوف قدامنا، ولا عيب لنا ان احنا نمنا. ولكن بدأت، انا طبعا الكلام اللي بقوله لكم ده عرفته بعدها بوقت طويل، بدأت الكلام يتقال عليا من ورايا وانا ما اعرفش. وبدأت مرات والدي تتكلم عليا ان انا ازاي انام، يعني ازاي جالها نوم وازاي بتنام وباباها متوفي في الاوضه اللي جنبها. ما اعرفش ايه الداير في اني نمت يعني. وصحينا واتم الغسل وصلينا على والدي في المسجد اللي جنب بيته، ورحنا المقابر. وكنا اول مره طبعا نروح المقابر بتاعت زوجة والدي، وما كناش نعرف اي حاجه ولا حتى نعرف الطريق ده. اختي بالصدفه خدت اللوكيشن وصورت مكان مدخل المقابر. ورجعنا تاني، كانت بنتي طبعا ما نامتش من قبلها بيوم، بنتي فضلت قاعده سهرانه معاهم. وده يرجع يا جماعه يعني وان كان للراحه، ان بنتي كانت قاعده في البيت طول النهار فصحيه براحتها، فكان عندها القدره انها تستمر وما تنامش. انما انا وابني مع الاسف كنا صاحيين من 7 الصبح، فما كناش عندنا القدره ان احنا نستمر فنمنا. اللي حصل يعني ان احنا رجعت بنتي البيت حلوان على اساس ان هي ترتاح، وانا هروح العزاء بالليل. كان العزاء في مدينه نصر في على ما اتذكر في عباس العقاد. ورحنا وقعدنا، والدنيا كانت الى هنا الدنيا كويسه وبنتعامل بما يرضي الله. وانا ما اعرفش ان انا حد اتكلم عليا في اول يوم والدي توفى فيه لما انا نمت، انا ما كنتش اعرف لسه. وبعد كده تاني يوم روحت برضو تاني، ما روحتش بيت ابويا ولا نمت فيه علشان بنتي ما تبقاش بايته لوحدها. ورحت تاني روحت على حلوان، وتاني يوم الصبح برضو صحينا علشان نروح بيت والدي علشان ناخد العزاء تاني يوم بعد دفنه اللي هو يوم الاثنين. فطبعا انا زمايلي في الشغل، بابا ساكن زي ما قلت لكم في طريق سريع العبور، مفيش حد يعرف يوصل للمكان ده غير بإن درايف. لا داير ان زمايلي في الشغل لما يحبوا يعزوني هيستنوني لما انزل الشغل وهيعزوني. ايه اللي هيخليهم يجوا العبور غير لو جايين املين ان هم يقفوا جنبي في وقت زي دوت، ويبقى في ظهرهم في ظهري،
ويبقوا كمان بيعزوا زوجة والدي اللي انا دايما بتكلم عليها بكل الخير. طلعت البيت لقيت الباب مقفول. انا في مامتي، في خاله، في بابا حسن البيت بيفضل مفتوح 3 ايام عزا، يعني حدادا على المتوفي الى ان ياتي المساء يعني، والناس تبطل تيجي. الباب مفتوح 3 ايام، بنتلقى واجب العزاء والقران شغال. اتفاجئت ان الباب مقفول، خبطت، الباب اتفتح، لقيت مفيش قران اصلا. دخلت اوضه من الاوض لقيت القران شغال بصوت واطي جدا. فاللي هو الاجواء كده ما حطيتش في بالي، لان برضه ابويا لسه ميت امبارح، فما حطيتش في بالي. فجت بدات زمايلي 2 زمايلي بنات جم علشان يعزوني. فطبعا قعدوا على قد ما قعدوا، لقيت محدش استقبلهم غيري انا واختي. محدش استقبلهم خالص، ولا حد مثلا جه قال لهم هم عايزين بقى يعزوا زوجة بابا. فقالوا لي انده عليها عشان عايزين نمشي. فانا فضلت قاعده معاهم لغايه ما قالوا لي كده، ودخلت الاوضه لقيتها بتتودود حرفيا مع حد من قرايبنا. دخلت بقى بقول لها طنط في ناس جايه تعزيكي، عايزه تسلم عليكي، زمايلي من الشغل. لقيتها بتقول لي امشي دلوقتي، امشي. فاللي هو ايه ده، في ايه؟ انا حسيت حرفيا ان في جردل ميه ساقعه اتدلق عليا، جسمي كله فار. هي بتكلمني كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انا عملت ايه؟ فبالتالي طبعا ما فتحتش بقي تاني، وخرجت واعتذرت لزمايلي. فسلموا عليا وعلى ولادي وعلى اختي ومشوا. وانا ماشيه اخويا كان ماشي معايا، فلقيت حد من الجيران طلع وبيجي عشان يعزي الهانم، وخرجت مش لابسه اسود اصلا، لابسه لبس بيت عادي جدا. طبعا انا ما كنتش واخده بالي من الكلام ده غير لما الاقي رد الفعل الفظيع ده جه في وشي. فبدات اركز بقى معاها، هي بتعمل كده ليه ومش بتوجه لي كلام ليه. ولقيت حد من قرايبي جاي لي الاوضه بيقول لي شيماء بعد اذنك لما يكون في حد جاي هنا تبقي تستأذني. فطبعا انا خرجت عن شعوري وقعدت ازعق، جاي فين؟ ده عزا، ده الباب المفروض يكون مفتوح 24 ساعه. ولقيت نفسي بتنرفز جامد. وانا ماشيه زي ما بقول لكم اخويا كان جاي معايا. فلقيت اخويا بيقول لي ان في حاجه حصلت معاه، موقف بدون ذكره عشان انا معرفش هو يحب ان انا احكي ولا لا. فانا مش هحكي الموقف، بس بما معناه ان هو مش هيجي تاني التالت بتاع والده. وانا لقيت نفسي بقول له يا عم وانا كمان مش هاجي. الاسلوب ده وايه الطريقه دي؟ ما هي طلعت واستقبلت العزا من جيرانها، ليه ما طلعتش تستقبل العزا من اصحابي؟ دول جايين يعزوها هي. هم لو عايزين يعزوني ما هو يعزوني لما انزل الشغل. هم ايه اللي يخليهم يجوا لغايه العبور؟ واحده بيتها في فيصل والتانيه بيتها في بدر. ايه اللي يخليهم يجوا المسافه دي كلها وهيجوا باندرايف او باوبر؟ فالا لو كانوا عايزين يعزوها ويقفوا معايا. المهم نلخص الموضوع. بعد كام يوم لقيت حد بيقول لي ان مرات والدي بتقول ان انا ما اروحش البيت تاني وما اعتبوش تاني. طبعا عايزه اقول لكم ان انا من تاني يوم عزا، من وقت ما انا بمعنى اصدق اتطردت بس بالذوق، ما روحتش تاني. ودي كانت غلطتي، لان المفترض ان ده حقي وده بيت والدي، وكنت قعدت بس انا ما بحبش المشاكل. انا بعيد عن المشاكل وبحاول ان انا اتجنب المشاكل. فما تخيلتش ابدا ان الست، انا قلت بقى لسه متوفي بابا، مصدومه متهوره، رد فعل تلقائي، حد قال لها كلمه ضايقتها. انما ما تخيلتش انه ده كل السنين دي 3 سنين كان في قناع حرفيا، قناع ملبوس واتقلع. لما بابا توفى اتفاجئت بقى بحاجات غريبه. مش عايزانا ندخل البيت، طب عايزين حاجه من ريحه ابونا، عايزين هدومه، عايزين. طبعا انا كنت عشت الموقف ده قبل كده بس مش بالسوء ده، لان كان اخواتي صغيرين برضو، كان بابا حسن الى حد ما وخالو بهاء موجودين معايا. انما بالسوء ده ان هي تقول كده لا، ومش عايزه تدينا اي حاجه ولا حتى بيجامه من بيجامات بابا. لما اروق وافوق وافكر هبقى ابعت لكم حاجه ابوكم. وبدا الصراع، والصراع مع الاسف كان من ناحيه، مش من ناحيتنا خالص. وقررت في يوم ان انا اروح اتكلم معاها انا واخواتي، وطلبنا ده منها. واليوم اللي جهزنا نفسنا فيه ان احنا نروح لها
حد من اخواتي اتصل بيها وقال لها ان احنا في الطريق ليها ورايحين لها. اتفاجئنا ان هي بتقول انا مش هقابل حد، ولو عايزين تقابلوني قابلوني في كافيه محدش هيدخل البيت. فطبعا كلنا رفضنا. ايه الاسلوب والطريقه دي؟ طب ما احنا كلنا كنا هنقعد معاكي ونتكلم معاكي ونعرف ايه اللي مزعلك او ايه اللي مضايقك، لانها رافضه رفض تام ان هي تتكلم مع حد او تتناقش مع حد. واتفاجئنا ان اخويا عمرو بيقول لنا حصل 1 2 3 وهي مش عايزه تقابل حد. بعدها بشهرين تقريبا برضو من السكوت التام، مع الاسف بعتت لنا جزء من هدوم بابا بشكل مهين. انا لا يعني انا حسبي الله ونعم الوكيل، ولا اتورع او اخاف من عقاب الله ليها، لان انا نفسي اشوف عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى فيها. لان في مكالمة هي اتكلمتها مع اخويا، انا لما حتى بتذكر المكالمة دي او بتيجي على بالي بتعصب، بحس ان انا جوايا منهارة، ان انا ما خدتش حق ابويا المتوفي اللي مش عارف ياخد حقه. لا يمكن لا يمكن لا يمكن هي كانت تقدر تقول كلمة واحدة من اللي قالتهم في المكالمة دي قدام بابا، حرفيا ما كانش هيتأخر لحظة ان هو يرمي عليها يمين الطلاق. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا، اللهم ارنا عجائب قدرتك في من ظلمنا. وبعدها كمان بشهر تاني لقيناها هي رفع علينا قضية، واحنا اساسا مش في البيت ولا خدنا اي حاجة من فلوس بابا ولا من ورثنا، مجرد بس ان انا اخدت جزء المعاش اللي يخصني. ومن هنا من اول يوم انا خدت المعاش بتاع والدي، وانا معرفش ايه اللي حصل. انا اول معاش خدته لبابا كان في شهر 1/1/2024، ومن 1/1/2024 حتى يومنا هذا استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله، الدنيا حسب مذكور في القرآن. ومع انه هو والله مبلغ بسيط جدا جدا، ولكن هو منظور بشكل غريب، منظور كذا حد اتكلم معايا فيه. حتى العملاء في الصيدلية لما عرفوا ان انا ابويا متوفي وعارفيني علشان خاطر انا امي ساكنة في اخر الشارع بتاع الصيدلية، الاقي ناس جايه بتقولي هو انت ما خدتيش معاش ابوكي؟ لو انتوا مالكوا يا جماعة؟ وانا مع الاسف ما اتربيتش على اني اعرف احرج حد او ازعل حد او اضايق حد، فما بعرفش ارد ولا اقول انتوا مالكوا. فبقول ربنا يسهل ان شاء الله، لسه في قضايا ما بتكلمش ولا بحاول ان انا اذكر حاجه، لان فعلا تطفل الناس بيزعلني وبيضايقني. انا ما بدخلش في حياه حد، وانا حرفيا ما بعرفش حاجه عن حد، حتى اخواتي ما بحاولش اتطفل على حياتهم واسالهم انتوا عملتوا ده ايه وده ايه. فاستغربت من رد فعل الناس، وحتى العملاء بقول لكم في الصيدليه بيسالوا في ادق التفاصيل بعد وفاه والدي وازاي خدت المعاش بتاعه. وفعلا لقيناها زي ما بقول لكم رفع قضايا. الناس المتابعين بتوعي والمتابعين اللي عند امونه اختي اكيد بيشوفوا الصور اللي على الانستجرام اللي اختي بتشيرها واحنا خارجين من المحكمه. حرفيا احنا من 27 ديسمبر 2023 من اول دعوه هي رفعتها علينا لحد يومنا هذا، وبسم الله ما شاء الله مش ساكته. احنا كل اللي بنعمله بنرد عليها، يعني ما ينفعش ان هي ترفع علينا قضيه وتتبلى علينا فيها وتقول حاجات ما حصلتش واحنا نسكت لها. فطبيعي لما حصل هي منها كده راح اخويا رافع عليها قضيه باسمي، لان انا مطلقه وليا حق وليا نصيب ان انا اقعد في الشقه، لان انا ما عنديش شقه اقعد فيها وولادي عدوا سن الحضانه، فبالتالي مفترض ان انا ليا نصيب في الشقه ومفروض اقعد فيها. فاخويا رفع دعوه بده، فهو ده يعني هو ده ردود فعلنا. انما احنا ولا حد فينا رفع عليها قضيه، ولا حد من اخواتي رفع عليها قضيه حتى الان، ولا باسم ايمان ولا باسم عمرو. هي كل القضيه اللي احنا رفعناها عليها ان انا ليا حق في المكان. وطبعا سكك المحاكم طويله جدا جدا وملهاش نهايه، ودي تعتبر حكايتنا مع مرات ابويا والقناع اللي اتشال من وقت لما بابا توفى. ودي كانت صوره مجمله عنها. انا وانا بصلي بدعي عليها. كان نفسي اعرف اخد حقي يوم ما سمعت المكالمه اللي هي كلمتها لاخويا، ولكن اخويا اللي منعني والله وقال لي ما ينفعش ان احنا نرد الاساءه بالاساءه. عرفت بعدها ان هي اتكلمت في الجاتو اللي هي وشوشتني فيه. الناس اللي متابعاني من بدري كلمت اختي في الجاتو اللي هي جايبهولي وان هو من فلوسها، ما اتكلمتش ان انا من ساعه لما جابت لي جاتوه في عيد ميلادي انا ما فوتش مناسبه ليها على قد امكانياتي وما هديتهاش هدايا عيد ميلادها او عيد الام او اي حاجه.
قدرت ان انا ارد لها بيها اللي هي الجاتوه اللي هي جابته لي يوم عيد ميلادي اللي اتكلمت فيه. فده وان كان بيبين حاجه، فما بيبين الا، انا اسفه ان انا اقول كده، الجوع والنقص اللي عند الناس اللي بتبين ان هي معاها او ان هي بتبين ان هي شبعانه. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا. انا هقتص منها يوم الدين، وكده كده مش مهم انا ولا اخواتي مستنيين ان احنا نورث، لان بابا ولله الحمد ما سابش اي حاجه غير شقه والعربيه بتاعته، ما كانش فيه اي فلوس خالص. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل مرة تانية، القناع اللي اتشال اللي كان مبين الطيبة عشان بابا كان موجود، وعشان كانت خايفة منه، وعشان هي عارفة ان هي في سن ما ينفعش ان هي تتطلق فيه، وكانت بتحافظ على بيتها. والله وربنا يشهد عليا ان انا بنتي وبابا نايم لسه ما اتدفنش كانت بتقول لي يا ماما مش معنى ان جده توفى ان احنا مش هنيجي لطنط او نزورها. قلت لها لا يا حبيبتي، كأن بابا عايش وهنروح لها وهنجي لها، المسافه بعيده، ممكن نقسم نفسنا كل اسبوعين حد فينا يجي لها، اذا كان انا ولا ايمان ولا عمرو، ويبقى كل شهر ونص كل واحد عليه الدور، ونودها زي ما بابا كان بيعمل بالظبط. ولو حابه تيجي تقعد معانا في بيتنا تيجي وتقعد، اهلا وسهلا بيها، كأنها بالظبط. طبعا ما فيش حد يرقى الى منزله امي، بس هو كانها عشان تحترم وتشكر علشان هي زوجة بابا وقعدت معاه في كبر سنه لمده 12 سنه. ولكن كل ده كان مع الاسف وهم في خيالنا، وما نعرفش ان هي هتعمل كده. والى يومنا هذا والى الوقت اللي انا بصور لكم الفيديو ده، انا ما عنديش ادنى معلومه هي عملت كده ليه، او ايه اللي خلاها تعمل فينا كده او معانا كده. واحنا يشهد الله ان احنا كنا بنحبها، ولكن على قد المحبه والمعزه على قد ما الانسان بيشيل وبيكره. انا لا بكرهها ولا بحبها، بس هقتص منها يوم الدين ان شاء الله. والناس اللي كانت مستنيه تعرف هي ليه قالت لي في ودني الجاتوه انا اللي جبتهولك يوم عيد ميلادي اول ما عرفت بابا، ده كانت اجابه السؤال. وانا اختصرت لكم حكايتها بسرعه لاني مش حابه اتكلم على حكايتها كتير لانها لا تعنيني في شيء، ولكن يكفيني ان انا اتحاسبنت وان ربنا هيقتص وربنا هياخد حقي، لانها هي اكتر واحده عارفه وشافت وقعدت وحضرت معايا قد ايه انا ولا شفت بابا ولا قعدت مع بابا ولا كان ليا علاقه ببابا طول السنين دي. وحتى ما اشتريتش دوت وقالت ادخل بيه الجنه او اخد بيه ثواب، فهي اختارت الدنيا فلها ما لها وعليها ما عليها. وبكده انا اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده. ما فاضلش غير حاجه واحده بس، ان احنا نقول السؤال اللي بنقوله في اخر كل فيديو عشان اعرف انتوا فضلتوا معايا لغايه دلوقتي ولا سبتوا الفيديو ومشيتوا. فاحب اسالكم السؤال الاول، ايه اكبر مثال للبر حصل، وايه اكبر مثال للعقوق حصل؟ طبعا دي كانت من قصص الانبياء. يا ريت بعد اذنكم اعرف الاجابه، ويا ريت بعد اذنكم برضو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، هكون شاكره جدا جدا ليكم علشان القناه تكبر وتعلى، واعرف اكمل لكم الحكايه واقول لكم مزيد ومزيد من المعلومات. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.